ان شاء الله ربنا ينصرنا ان شاء الله. الشباب حماسهم عالي ومنصورين وباذن الله معنوياتهم فوق. بس انا دايره منكم الشباب الاصغر الاولاد ذول ما عمره ما تجاوز 18 ما يخش القوات، ما اثنين. الحاجه الثانيه برضه الطلبه الناس اللي بيقروا ما يخلوا قراءتهم يمشي يخشوا القوات، دي ممنوع الكلام ده. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كلهم بيسمعوا كلامك ده ابواتهم ان شاء الله ان شاء الله يتنفذ على الطلبه اهم شيء، الناس يوصلوا تعليمهم. احنا فقدنا التعليم ده بيكون يعني دايرين نبيعنا المجرمين دي طلعونا من التعليم عشان يضيعونا. احنا نقاتل اجلهم. لو ربكت من قاتل معانين عاملين قريش ولا عملوا المجرمين ولا مالين. نعم. لكن نفسنا لما عرفنا الحكايه ورجعنا فوقهم رجعت فوقهم بعد ذاك بيقولوا عملونا نحن اجانب وعملونا شيطانونا، لكن زمان ما عاملين قريش نحن زمان ما قريش. نعم. هم قالوا قبل كده. نعم صحيح 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 كلها احنا اهم حاجه التعليم. ما في ذول احنا ما محتاجين لقوات، احنا ما زيهم الحمد لله، ما زي المرتزقه هذيل. ممنوع الطالب الزول اقل من ما قبل 18 سنه ممنوع يتجند. الكلام يتأمم على الناس كلهم بيحاولوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما دارينهم عساكر، دارينهم موظفين، دارينهم مهندسين، دارينهم دكاتره، دارينهم قاده بعد شويه. ما داري يخش الضابط بعد شويه ما يجي عسكري زي ما هم بيستعملونا مئات السنين. نعم نعم حقيقه صحيح حقيقه ايوه حقيقه. ان شاء الله وصيتك ان شاء الله مقبوله باذن الله. كلهم ان شاء الله ابوات الطلبه ولا بيسمعوا ان شاء الله في كلامك ده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يحفظ لنا باقي الغاده ان شاء الله.